البطاطا بقى اليومين دول رخيصة ومالية السوق، وكمان سعرها حلو قوي قوي. هاتيها بقى واعمليها بالطريقة دي، ولا فرن بقى ولا شواية ولا اي حاجة. طريقة سهلة قوي قوي، هتعمليها على البوتاجاز وهتطلع معاكي اطعم واحلى من البطاطا بتاعة العربيات اللي بنشتريها الواحدة بقد كده. هنجيب البطاطا وهنغسلها كويس قوي، دول كانوا 3 كيلو. انا بقى عاملة كتير المرة دي عشان ايه اوريكم هعملها ازاي. إيه، طريقة سهلة جدا جدا وحلوة قوي. هجيب البطاطا بقى اغسلها كويس واحطها في حلة كده على النار، وهحط معاها نص كوبايه ميه بس. دي نص كوبايه ميه، مش هحط اكتر من كده. بس نص كوبايه ميه واحده بس. وكمان نص كوبايه صغيره، مش كوبايه كبيره ولا حاجه. هشيل بقى حله البطاطا كده واحطها على النار. طبعا في الاول هكون حاطه مولعه النار عاليه عشان الميه تغلي معايا، وبعد كده هوطي النار هاديه جدا. وبعد كده بقى اول ما تبقى معايا بالشكل ده، الميه طبعا مش هتنشف، ده هي كمان هتزود ميه كمان، يعني هتنزل ميه منها كمان معاها. هبدأ بقى كده اشيل البطاطا واعمل بقى الخطوه بقى الاختياريه، لو حابه تعمليها اعمليها، مش حابه خلاص. بس الخطوه دي بتخلي البطاطا حلوه قوي، بتوديها في حته جميله جدا. جربوها وهتعجبكم قوي بالطريقه دي. دي بقى الميه اللي كانت نازله من البطاطا، ميه مكرمله خالص وطعمها مسكر كمان عشان البطاطا كانت معسله. هنزل عليهم بمعلقتين 3 سكر كمان، ومعلقه قرفه برضو، دي اختياري، او ممكن تبدليها بفانيليا لو حابه. بس كده. وبعد كده بقى هبدأ اكرملهم. اول ما يكرملوا معايا هعمل بقى ايه، البطاطا هبدأ بقى انزل بيها بقى بالكمية اللي انا عايزة انزل بيها، اكرملها بقى في الايه، في الكراميل ده. طعمها بيبقى حلو قوي يا جماعة، وجربوها بجد فعلا بتخلي البطاطا حلوة قوي قوي. ولا فرن بقى ولا اي حاجة. طبعا البطاطا في الاول اول ما حطيتها قعدت معايا حوالي 45 دقيقة بالظبط. بالظبط 45 دقيقة. وبعد كده بقى هطلعها كرملها بالطريقة القمر دي. شايفة الجمال؟ مش قادره اقول لكم حلوه جدا جدا. طبعا وانا بكرملها النار تكون هاديه، علشان ايه ما تتحرقش معايا والسكر ما يتحرقش معايا. اي طريقه بقى تانية اللي يقولك حط السكر في الاول خالص ديت اول ما بتبداي تعملي، لا يا جماعه بجد فعلا السكر بيتحرق، وانا جربتها والطريقه مش احسن حاجه. الطريقه دي حلوه جدا وبجد تحفه تحفه تحفه. شايفه بقى كده البطاطا جميله جدا جدا، وبتستوي بسرعه قوي قوي. دي كانت بطاطا مكرمله، واللي في الطبق التاني ده بقى كانت بطاطا مش مكرمله، ما كرملتهاش لان انا ما عملتهاش كلها بكرمله. لو حابه تعمليها كلها براحتك. شايفين الجمال؟ شايفه لونها كانت زبده. ممكن تاخدي بقى من الصوص اللي هو اللي انا عملته ده اللي هو الصوص الكراميل، وتحطي كده على البطاطا وتاكليها حلوه قوي قوي. جربوها. ويا ريت بقى تدعموني باللايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. شايفين الجمال والحلاوه؟ يلا بقى جربوها وبألف هنا وشفا.